جبتوا النوت بوك بتاعتكم وعملتوا كده مشروب برائحة القرفة الجميلة في الأجواء دي وجاهزين إن احنا نخطط لشهر أكتوبر ولا لأ؟ لو مش جاهزين يلا جهزوا، عشان النهاردة هنخطط لشهر جديد من حياتنا، شهر جديد وإنجازات جديدة وخطط جديدة إن شاء الله، ومن نجاح لنجاح يا جماعة. فيلا بينا. الحقيقه في طرق كتير قوي للتخطيط وانا كلمتكم قبل كده عنها، وفي الفيديو الجاي كمان هقول لكم حاجه مهمه قوي بما ان احنا في شهر اكتوبر. ولكن النهارده اول فتره دي انا بقيت بركز اكتر على شهر. يعني انا الشهر اللي فات كنت مخططه ل3 شهور بس في شغلي بس، وبالشهر في حاجات تانية. فانا النهارده اول حاجه محتاجه ان انا اعملها ريت للشهر اللي فات. الشهر اللي فات كان اوله حلو جدا واخره ما كانش حلو، فمهم جدا قبل اي حاجه تعمليها ان انت تبداي تعملي ريت للتخطيط اللي فات، ايه كان الحلو فيه وايه كان الوحش. الموضوع مش انك تستخدمي اقلام كتير ونوت بوكس كتيره وحاجات كتيره او نوت بوكس من جوه متحدده ومتظبطه. الفكره كلها انك تلاقي الواي المناسبه لحياتك للحاجات اصلا اللي انت عايزه تعملي لها بلاننج، ولحد ما توصلي لاكتر طريقه مريحه ما بتلخبطكيش. لان احيانا خلي بالكم البلاننج بيشتت، ودي حقيقه. لو البلاننج مش بالطريقه الصح فهو بيشتت، لو ما استخدمتيش الورقه والقلم بالطريقه الصح فممكن تحبط. فعشان كده مهم جدا ان احنا نتعلم انسب طريقه. دوري على فيديوهات، ممكن تكون طريقتي انا مش الانسب ليكي، ممكن يكون حد تاني. المهم ان انت دوري على اكتر طريقه مريحاكي وبتفيد حياتك قوي وبتفيد تفاصيلك. تاني حاجه انا بيسكلي كده هما 4 حاجات اللي عايزه ابلان او اركز عليهم الشهر ده وبالتفصيل بالترتيب. مسؤولياتي، شغلي، السيلف كير بتاعي، وعلاقتي بربنا. دول 4 حاجات كل شهر عايزه احطهم فوق. طيب قبل ما اكتب اهدافي في كل حاجه من الحاجات دي، فوق كده نوت صغيره خالص عادات انا عايزه ابدا اكتسبها، عادات عايزه ابدا ادخلها في حياتي، عادات عايزه انتظم عليها. ففوق كده هبدا اكتبها وايه الخطوه اللي هاخدها فيه. طبعا دلوقتي هوريكم وهشرح لكم كل حاجه، فيلا بينا نخطط مع بعض لشهر اكتوبر. اوكي يلا بينا بقى نحضر للبلاننج. انا عايزه اقول لكم ان انا بسجل تاني مره بعد ما قعدت اسجل 10 دقايق يا جماعه، طلع ما بيسجلش. المهم انا بحاول في الفيديو ده اخليها سامبل، بس يعني يا جماعه ممكن بس ندلع شويه الموضوع كده وابهركم شويه بحاجات وستيكرز وكده. جبت شويه ستيكرز كده بقى باجواء الخريف اللطيفه عشان بحب الحاجات دي قوي، تبقى حاجه حلوه برضو تدلعي النوت بوك بتاعتك عشان لما ترجعي لها بعدين تلاقي شكلها لطيف. فعملت ستيكرز بكل الاجواء اللي انا عايزاها وكل حاجه وبامبكنز وكله. وعامة دي من بيج فيرجينيا ستور، اكتب لكم اسمها هنا على انستجرام. بجد حلوين قوي 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 واسعارها كمان حلوه قوي، مش غاليه خالص. فبدات بقى اجهز، جبت حاجه اشربها وجبت النوت بوك اللي هستخدمها معاكم في الفيديو هنا. وعارفين بقى لما يبقى وراك حاجات كتير بس انت هتقرر انك تقعد كده تطلع حاجات تشغلك شويه، هو ده اللي كنت بعمله في اللحظه دي دلوقتي وانا بصور. يعني كمان وانا بصور لكم يعني مفيش فايده فيا، حبيت ان انا اعمل اجواء كده على النوت بوك عشان تبقى شكلها حلو في التصوير وكيوت يعني. عامة دي مش النوت بوك الأساسية بتاعتي، النوت بوك اللي أنا ببلان فيها الأساسية بتاعتي هي الخضرة. أنا دي ممكن أبلان فيها بسيط كده شهر يعني الشهرين اللي جايين اللي هو أكتوبر ونوفمبر بس. هبقى بستخدم التانية أكتر يعني، بس حبيت إن أنا أميك ات سيمبل معاكم، فجبت لكم نوت بوك بسيطة كده بأجواء الخريف برضو وهوريكم هنعمل إيه. اول حاجه هنعملها في اي شهر هو الكتب، ودي من الحاجات اللي بجد مهمه جدا سواء انت بتحبي الكتب او ما بتحبيهاش، بس بجد القرايه بتفرق. ودي حاجه انا مركزه عليها الشهر اللي فات، خلصت كتاب ومتارجته كتاب كمان الشهر ده، فبراحتك بس ممكن تبداي بكتاب لو بقالك كتير ما بتقريش. تاني حاجة واللي هي مهمة الهابتس، ان كل شهر هيبقى فيه عادة انا هركز عليها واعملها تراكر بسيط وابدأ ان انا اعملها. ممكن تبرنتي اصلا ليها حاجة او انتي ترسمي بايدك لو شاطرة براحتك، او زي ما انا عملت كده يعني حاجة بسيطة قوي. وكل هابت بقى تخلصيها في الشهر ده تاخديها معاكي للشهر الجاي مع هابت جديدة، فهتبقى حاجة لطيفة قوي ان كل شهر ابقى خارجة بعادة جديدة حلوة. طيب التودو ليست اللي هنا دي مش يومية، دي لكل الشهر. اكتبي بقى كل حاجة في دماغك حاسة ان انت عايزة تعمليها حتى بدون تفكير. اكتبي عايزة اغير كذا، عايزة اعمل كذا، عايزة اشتغل كذا، عايزة ارتب كذا، من ادفع حاجة لأهم حاجة. اكتبي كل حاجة في التودو ليست دي عشان
حاولي ان انتي تكستمايز الحاجات دي جوه الشهر، فتبقي خلصتي وترجعي لها، اللي تخلصيه تعملي له مارك، اللي ما تخلصيهوش تاخديه معاكي الشهر اللي جاي. طيب انا الطريقه البسيطه اللي اخترتها لكل شهر هي ان احنا هنكتب اهداف الشهر ده في كل مجال من ال4 مجالات اللي اتكلمنا عنهم. تبي هدف في كل حاجه. يعني هديكم مثال، هدفي انا مثلا في شغلي انه انزل باستمراريه فيديوهين في الاسبوع. طيب ده هدفي. طب الخطوات ايه؟ ببدأ اخد الهدف ده احوله لخطوات انا شايفة ان هي هتبقى مناسبة او هتساعدني ان انا احقق الهدف ده. زي ان انا مثلا محتاجة اصور اكتر، محتاجة اصور يوميا، محتاجة اصور بزيادة، ايا كان ايه هي الخطوة. المهم ان كل هدف هتكتبيه تحوليه لخطوات. بس كده؟ لا مش بس كده، الخطوات دي بقى يا حبايبي هنعمل لها ديدلاين. كل خطوة من الخطوات دي لازم ان احنا نعمل لها ديدلاين، لان الديدلاين هو اللي بيخلينا نلم نفسنا، هو اللي بيخلينا نعرف اولويات يومنا، هو اللي بيخلينا نعرف اولويات شهرنا، فبالتالي بيخلينا نلتزم بالبلان اكتر. فدي حاجة انا بشتغل عليها، بس من الشهر اللي فات انا ما لحقتش برضو بس بجد الديدلاين بيفرق جدا وبيخليه في التزام، خصوصا لو انتي شغلك او الحاجة اللي بتعمليها هي ملهاش مدير وملهاش حد بيراقبك. فمهم ان يبقى معاكي كده اي كالندر على الموبايل. بقى انا بفضل دايما الورقة والقلم، فممكن تبرنتي واحدة، ممكن ترسمي واحدة بطريقتك عادي، وتبدأي تعملي ديدلاين لكل خطوة من الخطوات. يعني لو في 5 خطوات كل خطوة محتاجة ليها ديدلاين، ده هيخلي الأمور واضحة. لكن أنا لما بكتب هدف كده عام من غير ما أقسمه لخطوات ومن غير ما أقسمه لديدلاينز، أنا بكون تايهة وسط الهدف ده، فبالتالي أصلا البلاننج مش بتفيدني قد ما بتوترني. إنما أنا أكتب هدف، خطواتي دي ليها ديدلاين. أنا محتاجة أصور 4 فيديوهات، طب إمتى؟ اخر وقت للتصوير امتى؟ طب اخر وقت اني ارفع الفيديوهات دي امتى؟ فزي انا دلوقتي الفيديو ده لازم ينزل النهارده، فانا قاعده صاحيه من بدري جدا وبمنتجه عشان خلاص انا عارفه ان هو لازم ينزل النهارده. انا اديت لنفسي التزام قصاد نفسي، فده مهم قوي. ولازم في كل شهر يبقى عندنا نوتس بقى لمعرقلات واجهتنا، حاجات معرفناش نعملها لسبب ما شايفينه. ومش بس كده، ان احنا كمان نكتب بلان بي. يعني في حاجة دايما انتي بتعجزي عن انك تعمليها وعندك دايما شماعة، فاحنا نكتب الشماعة دي ونلاقي لها بلان بي. اي بلان لازم تعرفي 3 حاجات مهمين قوي عشان اي حاجة تبقي راضية عنها او مبسوطة بيها. في 3 حاجات لازم تاخدي بالك منهم. اول حاجه في رايي ان انتي تفرحي بالانجازات الصغيره، وتعرفي ان الانجازات مش لازم تبقى اكبر حاجه، مش لازم نغير الكون ولا نعمل اجمل حاجه في الدنيا خالص. الانجازات البسيطه بالنسبه لك ممكن تكون حاجه حلوه قوي. فكل يوم بالليل اشكري نفسك على انجازاتك البسيطه، حتى لو كانت انك قريتي صفحه في كتاب، لو كانت ان انتي كنتي بس مبسوطه. حاجه بنحتاجها او لازم نحتاج ان احنا نعرفها، ان النجاح بالنسبه لك غير النجاح بالنسبه لاي شخص تاني. فلا الظروف هي ولا معنى النجاح هو. فاللي فاكر ان النجاح كلمة عامة بنقول على شخص ناجح وشخص مش ناجح، فده غلط. فاوعي ابدا ابدا ابدا، وكلنا بنقع في الفخ ده، تقارني نجاحك بنجاح شخص تاني. هو لا هو انتي ولا انتي هو. وكمان النجاح ممكن يكون معناه ابسط بكتير، بس انتي فاهمه غلط. النجاح بالنسبه لي انا مثلا اصور فيديو زي ده النهارده وانزله في ميعاده، مش انه مثلا يجيب مليون فيوز. لا، النجاح بالنسبه لي ان انا صورته، منتجته، عملت فيه مجهود كبير قوي، وقدرت انزله في الميعاد اللي انا حاطاه لنفسي كديدلاين. اخر حاجه واللي هي مهمه قوي، ان احنا البيئه المحيطه تكون بتسبورتنا بتدينا السبورت اللي احنا محتاجينه. طيب لو مش موجود ده ومفيش سبورت ناحيتك، صدقيني احلى واجمل سبورت هو اللي بيطلع من جواكي لنفسك، وانتي افضل سبورتر ليكي. فاوعي برضو تستني ده من حد لو هو مش موجود. لو موجود كان بها، لو مش موجود ثقي في السبورتر الصغير اللي جواكي. النهارده يا رب اكون فدتكم او وضحت لكم بشكل باين قوي وواضح قوي، وقدرت ان انا اساعدكم في انه انتوا تخططوا للشهر ده. خططوا معايا للشهر ده واستنوا الفيديو اللي جاي علشان هتكلم فيه عن بوينتس مهمه قوي. بس لو انتوا ماشيين معايا لنفس الستبس دي وبتعملوها معايا خطوه بخطوه، هتحسوا دايما ان الفيديوهات بتاعتي بتكمل لكم او بتفكركم او بتشجعكم اكتر على الحاجه دي. يعني في الفيديو ده لو ما خططتيش، هتلاقي الفيديو اللي جاي ممكن يخليكي تخططي، الفيديو اللي بعده يخليكي تحققي. اتمنى ان هي كمان تساعدكم او تشجعكم. فاستنوا الفيديو الجاي واكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي انتم محتاجين تشوفوه مني الفيديوهات اللي جايه، وخصوصا باجواء الخريف الجميله. وبحبكم قوي قوي قوي. باي.